يلا نبدأ بسم الله. نفتح بقى اللحظة الحاسمة لفض الجمبري. بسم الله الرحمن الرحيم. واو خطير يا سلام. النهارده قررت اعمل معاكم جمبري بخلطه الكاري. ده الجمبري اهو، ودي الاكياس الحراريه اللي هي بتدخل الفرن، وده خلطه الكاري، صلصه بصل والذره والليمون، ومعانا الثوم. هنزل عليه بالملح كده، احط عليه الفلفل الاسود، وهنعصر الليمونه. انا هنا حطيت البصله وحطيت التومه وحطيت الزيت، وهحطهم دلوقتي على النار. من ضمن المكونات بتاعه الاكله الذره اللي هي الصفراء. دلوقتي قطعت الذره. بصوا يا جماعه انا قطعتها بالحجم ده علشان خاطر لما نحطها في الجمبري تستوي بسرعه. بصوا يا جماعه انا خليت البصله بس دبلت شويه، مش اللي هو بقى لونها ذهبي ولا الكلام ده. اول حاجه هعملها هقوم نازله بالجمبري زي ما انتم شايفين كده. الجمبري لونه بدا يغير. اول حاجه هنعملها هناخد معلقه صلصه. تاني حاجه بقى هننزل بيها اللي هي اصلا الخلطه، خلطه الكاري كتير بقى. هننزل كده زي ما انتم شايفين بشويه نشا علشان تدخل الصوص معانا. بصوا شكل الجمبري بقى عامل ازاي يا جماعه، انتوا مش متخيلين ريحته عامله ازاي. الذره خلاص اتسلقت، فبنقوم منزلين الذره كده على الجمبري، وهنفضل نقلب بقى. بعد ما نزلنا الذره هنفضل نقلب فيها كده علشان تشرب من الصوص بتاع الجمبري ده يا جماعه. الكيس الحراري. وهبدا بقى ناخد بس الذره الاول علشان ما تعملناش ازمه. بعد ما حطينا الذره هقوم بقى واخده الجمبري بالصوص كده. هيعجبكم قوي، لازم تجربوه، احلى من بتاع بره كمان. ايلين ايه رايك؟ مش انت بتحبي الشريمب؟ بتحبي الشريمب ده يا ايلين؟ انا حطيته اهو في الفرن، هولع عليه هسيبه بتاع 5 دقايق وبعد كده اطلعه واوريكم النتيجه النهائيه. اللحظه الحاسمه للجمبري اللي بصوص الكاري. يلا نبدا بسم الله. نفتح بقى اللحظه الحاسمه لفض الجمبري. بسم الله الرحمن الرحيم. واو خطير يا سلام. بصوا يا جماعه المنظر حلو قوي ازاي. الريحه بقى ولا اروع، والله ولا اروع، الريحه خطيره. طبعا يا جماعه حاجه مهمه قوي، هو بيتاكل جنبيه رز ابيض. فالرز الابيض زي اي رز ابيض عادي معمول، مفيش اي حاجه فيه يعني انا ضفتها زياده. يلا بسم الله ندوق. تحفه. دوق يا ايام، ايه رايك؟ حلو قوي. بسم الله. ايه رايك يا ايان؟ حلو. عجبك؟ بس كده يا جماعه، احنا مش قادرين نمسك نفسنا. الرز جامد قوي والجمبري جامد قوي والريحه جامده قوي، فهنقفل وناكل ونشوفكم في فيديو جديد.